السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله يكون عنوان هذه المحاضرة مما يتكون كتاب النصارى. في الحقيقة أن كتاب النصارى بيتكون من جزئين أو عهدين كما تقول النصارى. الجزء الأول أو العهد الأول يسمى العهد القديم، والعهد القديم ده بيؤمن به اليهود، هو كتاب اليهود. والجزء الثاني او العهد الثاني هو العهد الجديد. العهد القديم والعهد الجديد النصارى جمعته في كتاب واطلقت عليه الكتاب المقدس، وهو الكتاب الذي يتعبد به النصارى الآن. اليهود لا تؤمن بالعهد الجديد ولكن تؤمن بالعهد القديم، والنصارى تؤمن بالعهد الجديد والعهد القديم. طيب هنشوف دلوقتي ايه هو العهد القديم وايه هو العهد الجديد، ولكن قبل ما نوضح ايه هو العهد القديم وايه هو العهد الجديد، نعرف الاول حاجة هنرددها على طول علشان المستمع ما يبقاش تايه معايا. في حاجة اسمها سفر، وفي حاجة اسمها اصحاح، وفي حاجة اسمها عدد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عاوز احدد فقرة معينة في الكتاب المقدس، عاوز احدد فقرة معينة في الكتاب المقدس، اعمل ايه؟ ده اللي انا هعرفه دلوقتي. يبقى بداية السفر هو عبارة عن مجموعة من الاصحاحات. السفر هو عبارة عن مجموعة من الاصحاحات، والاصحاح عبارة عن مجموعة من الاعداد، والعدد عبارة عن فقرة. يعني مثلا على سبيل المثال بنجد فقرة في سفر التكوين، فقرة معينة بتقول ايه؟ في البدء خلق الله السماوات والارض. دي كده اسمها فقرة. النصارى بتقول على هذه الفقرة عدد. طيب كل مجموعة من الفقرات او كل مجموعة اعداد بتكون حاجة اسمها اصحاح. كل مجموعة اعداد او فقرات بتكون حاجة اسمها ايه؟ اسمها اصحاح. وكل مجموعة اصحاحات بتكون حاجة اسمها سفر. كل مجموعة اصحاحات بتكون حاجة اسمها سفر. تمام؟ يبقى السفر به مجموعة من الاصحاحات، والاصحاح به مجموعة من الاعداد. طب نعمل ايه احنا علشان نحدد فقرة معينة من الكتاب المقدس؟ طبعا يعني نحن لا نعترف بخصوصية هذا الكتاب، ولكن بنقول مجازا كما يقول النصارى انه كتاب مقدس. طيب بنقول ازاي احنا نحدد فقرة معينة او عدد معين في الكتاب المقدس؟ بنقول ان احنا بنحدد الاول اسم السفر. احنا عاوزين اي سفر، هنقول مثلا ليكن سفر التكوين. تاني حاجة بنحدد رقم الاصحاح. في عندي ممكن يكون الاصحاح رقم 1، ممكن يكون رقم 2، ممكن يكون رقم 5، ممكن يكون رقم 20 وهكذا. بعد كده بنحدد رقم العدد. ممكن برضو العدد يكون رقم 1 او رقم 10 او رقم 50 وهكذا. تمام؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو احنا جينا قلنا سفر التكوين 3:12، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه سفر التكوين 3:12؟ بنقول ان سفر التكوين 3:12 يعني في حاجة اسمها سفر التكوين، والاصحاح رقم 3، والعدد رقم 12. لو احنا رحنا الكتاب المقدس وشوفنا سفر التكوين، دخلنا فتحنا سفر التكوين وفتحنا الاصحاح 3 والعدد 12، هنجد هذه الجملة موجودة في الكتاب المقدس: فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. يبقى بكده نقدر نطلع أي عدد من أي سفر احنا عاوزينه. يبقى هذا الأمر مهم جدا حتى يستطيع المستمع أن يتابع معي ويفهم ما أقول. طيب نيجي بقى على موضوع العهد القديم والعهد الجديد. ايه حكاية العهد القديم وايه حكاية العهد الجديد؟ العهد القديم متقسم لمجموعة أصفار. يعني مثلا على سبيل المثال في سفر اسمه أصفار اسمها أصفار الشريعة.
في أصفار اسمها أصفار التاريخ، في أصفار اسمها أصفار الشعر، في أصفار اسمها أصفار الأنبياء الكبار، في أصفار اسمها أصفار الأنبياء الصغار، وهكذا. يعني مثلا على سبيل المثال نجد أن أصفار الشريعة أو كتب الشريعة ممكن يقال عليها سفر، ممكن يقول عليها كتاب. كتب الشريعة مثلا بتتكون من إيه؟ سفر التكوين والخروج، اللاويين، العدد، التثنية. دول اسمهم ايه؟ اسمهم سفر الشريعة، ودول اللي بينسبوا لسيدنا موسى عليه السلام. دول اللي بينسبوا لسيدنا موسى عليه السلام، او بيسموا التوراة. ايه هي التوراة؟ اللي هي كتب الشريعة، اللي هي التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية. طيب في ايه تاني؟ في تاني حاجة اسمها أصفار او كتب التاريخ، وهم يشوع، القضاة، راعث، صمويل الأول، صمويل الثاني، ملوك الأول، ملوك الثاني، أخبار الأيام الأول، أخبار الأيام الثاني، عزرا، نحمية، طوبيا، يهودت، استير. دي اسمها ايه؟ اسمها كتب التاريخ. طيب في تاني عندي حاجة اسمها كتب الشعر، وهم أيوب، المزامير، الأمثال، الجامعة، نشيد الإنشاد. في كتب تانية اسمها كتب الأنبياء الكبار، وهم أشعياء، إرميا، مراثي إرميا، باروخ، حزقيال، دانيال. في كتب الأنبياء الصغار، وهم هوشع، يوئيل، عاموس، عبيدية، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفنيا، حجي، زكريا، ملاخي. يبقى كل اللي احنا قلناهم دول اسمهم العهد القديم، اللي بيؤمن بمين؟ اليهود بس، لأن اليهود لا تعترف بحاجة اسمها العهد الجديد أصلا، ولا يعترفوا بسيد المسيح، ويقولوا أنه ابن زنا، وأن أمه زانية وزنت مع عسكري روماني، فلا يعترفون أصلا بأي شيء اسمه العهد الجديد. طيب مين اللي بيعترف بالعهد الجديد ويسمى ويطلق عليه عهد النعمة؟ النصارى بتقول عليه اسمه عهد النعمة. وبيتكون عهد النعمة دوت من ايه؟ تكون من 4 أناجيل اولا، اللي هم متى، لوقا، مرقس، يوحنا. وبيتكون ايضا من حاجة اسمها الرسائل، والرسائل دي منسوبة لبولس وللتلاميذ. يعني مثلا نجد ان الرسائل دي اسمها كالتالي: في سفر اعمال الرسل، وسفر اعمال الرسل دي تعتبر مقدمة لبقية الرسائل. في الرسالة الى الرومية، الرسالة الاولى الى اهل كورنثوس، الرسالة الثانية الى اهل كورنثوس، الرسالة الى اهل غلطيا، الرسالة الى افسس، الى فيليبي، الى كولوسي، الرسالة الاولى الى اهل تسالونيكي، الرسالة الثانية الى اهل تسالونيكي، الرسالة الاولى الى تيموساوس، الرسالة الثانية الى تيموثاوس، الرسالة الى تيتس، الرسالة الى فيليمون، الرسالة الى العبرانيين، رسالة يعقوب، رسالة بطرس الأول، رسالة بطرس الثانية، رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الثانية، رسالة يوحنا الثالثة، رسالة يهوذا. وفي حاجة تالتة عندنا غير الأناجيل لوقا ومتى ومرقس ويوحنا، وغير الرسائل حاجة اسمها سفر رؤيا يوحنا. إن شاء الله كل الكلام ده كله هنتكلم عليه بالتفاصيل بعد كده. في حاجة تانية اسمها الأبوكريفة. إيه هي الأبوكريفة دي؟ هي عبارة عن الكتب الغير قانونية. يعني ايه كتب غير قانونية؟ يعني كتب مش معترف بيها، مجموعة من اليهود والنصارى بتعترف بيها، ومجموعة من اليهود والنصارى لا تعترف بقدسيتها، وتقول ان دي اصلا كتب غير مقدسة ولا قيمة لها. ايه هي الكتب دي؟ اسمها كتب، اسم هذه الكتب: مكابين الاول، مكابين الثاني، طوبيا، الحكمة، سراخ، باروك او باروخ، يهودت، وختام سفر استير، او نقول تتمة سفر استير. طيب الاسفار ديت اللي احنا قلناها، مكابين الاول والثاني وطوبيا والحكمة وسراخ وباروك ويهودت وتتمة سفر استير، الكتب دي بيقدسها الارثوذكس والكاثوليك، ولكنها غير مقدسة ولا يعترف لها بأي قدسية عند البروتستانت. يبقى مجموع الكتب التي يؤمن بها الكاثوليك والارثوذكس 73 كتاب او 73 سفر، وانما البروتستانت لا يؤمنوا الا بكام؟ الا ب 66 سفر فقط. وهنا بداية الاختلاف، ان كتاب
الكاثوليك والأرثوذكس مزيد ب 73 مزيد ب7 أصفار، أو نقول إن هم 73 صفر. أما كتاب البروتستانت فهو ناقص بهؤلاء الأصفار ويحتوي فقط على 66 صفر، ليقول البروتستانت أن هذه الأصفار أصفار غير مقدسة ولا لها أي قيمة تذكر. إن شاء الله نكمل على المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.